صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل. أول فيديو لينا في 2024 ويا رب يكون كده عام جميل وسعيد علينا جميعا. احنا بقالنا فترة بنقول إن احنا في مقاطعة وفي استغناء عن المنتجات المستوردة، وبنحاول إن احنا نعوض الموضوع ده عن طريق إننا نستخدم براندات مصرية محلية بدل المستوردة، وبالفعل في كتير أثبت كفاءة كلنا انبسطنا بيه. لكن معلش يعني هي براندات القهوة المصرية راحت فين من الكلام ده؟ يعني تخيلوا لما نلف كذا سوبر ماركت علشان نجيب قهوة اسبريسو محلية وما نلاقيش إلا بن شاهين. فين بقية البراندات المصرية اللي موجودة؟ يعني هما يعني لسه عايشين بقى في أيام كورونا اللي هو إحنا بنشتغل أونلاين بس. طب ما هو الناس دلوقتي بقت بتنزل، فدلوقتي الواحد بدل ما كان بيروح يطلب أونلاين، لا هو بينزل وبيروح السوبر ماركت وبيشتري اللي هو محتاجه وبالمرة بيشتري القهوة بتاعته. فين بقى القهوة المحلية اللي موجودة؟ خصوصًا كمان إن دلوقتي شركات الشحن بقت تكلفتها عالية، يعني الفلوس بتاعة الdelivery بقت زيادة، فهو دلوقتي محتاج إن هو يشتري القهوة من ضمن الحاجات اللي بيشتريها كل شهر أو كل أسبوع، وفي نفس الوقت ما يدفعش فلوس زيادة في الdelivery. فأنتم فين بقى؟ يعني أنا محتاج فعلًا حد يجاوبني، وخصوصًا إن أنا رُحت كذا سوبر ماركت، يعني مش 1 ولا 2 ولا 3، اللي موجود هو قهوة شاهين. وطبعًا يعني مع احترامي لقهوة شاهين، قهوة شاهين هو في الإسبريسو طبعًا عشان خاطر الquality بتاعة الحبوب هي فيها طبعًا مرارة قوية، لكن الواحد بقى ممكن يعني إيه عن طريق بقى المحليات، السكر، الصوصات، الsyrups الكلام ده، ممكن يعني يتغلب على المرارة دي شوية. لكن فين بقى بقية الماركات المحلية؟ فرصة كبيرة موجودة دلوقتي. يعني الأول كنتم تقولوا أصل إحنا مش هنقدر ننافس في وسط المنتجات المستوردة ومش قادرين ناخد حصة في السوق قصادهم طيب أهو دلوقتي في فرصة هايلة. البراندات المستوردة الناس مش مقبلة عليها زي الأول، وأنتوا السوق مفتوح قدامكم. أنتم فين؟ فين؟ وبعدين معلش دلوقتي مش كل الناس بتشتري زي ما قلنا أونلاين. انزلوا يا جماعة على أرض الواقع، انزلوا السوق فعليا، روحوا للسوبر ماركتس وانزلوا وحطوا عينات ليكوا ومنتجات ليكوا وجربوا وشوفوا الناس تشتريها ولا لأ. مش باتكلم على القهوة المفلترة عشان خاطر هيقولوا لأ أصل مش هتبقى منتشرة ومش هتتباع وبتاع، لأ هو يعني اللي بيشرب قهوة مفلترة هو عارف يجيب قهوته منين، سواء من جوه مصر أو من الخليج. لكن أنا باتكلم على القهوة الإسبريسو اللي بقت منتشرة انتشار كبير في الكام سنة اللي فاتوا. يا جماعة، يا جماعة انزلوا السوق الفعلي. أتمنى إن الفيديو ده يوصل للبراندات كلها المصرية المحلية بتوع القهوة. أتمنى. مع السلامة.